حياكم الله ويانا من جديد ومرحبا وسهلا في كل من انضم لمتابعتنا. مشاهدينا الاعزاء، تنطلق في 18 من مارس الحالي الدورة 22 لمهرجان ايام الشارقة المسرحية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم امارة الشارقة، والتي تستمر لمدة 10 ايام. وتمثل ايام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية محلية سنوية يشارك فيها نخبة من الفاعلين في المشهد المسرحي الاماراتي والعربي، وتتنافس فيها الفرق المسرحية في الإمارات بتقديم عروض مسرحية تتخللها مشاركات في الندوات التطبيقية والفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وتؤكد العديد من الفعاليات المسرحية المحلية أن دورة الأيام للموسم الجاري ستكون دورة استثنائية، وذلك لتنوع جدول عروضها المسرحية من جهة وللأنشطة والفعاليات التي ستصاحبها من جهة أخرى، حيث تكرم هذه الدورة شخصيات مسرحية معروفة لها باع طويل في المسرح العربي وكذلك الإماراتي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستديو الفنان الإماراتي المتميز عبد الله صالح، رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الشعبي وأمين سر مسرح الشباب للفنون. حياك الله ويانا. حياك الله يا اختي. في البداية يعطيك العافية وشاكرين لك حضورك معنا لبرنامج المرسى. ما في شك ان يعني دعوتكم لي انا اعتبر واحد من هالبيت ودائما البي. طبعا بيت بيتك. زين استاذ عبد الله، خلينا نتكلم عن اهميه ايام الشارقه الثقافيه المسرحيه في الحراك المسرحي الشبابي. ما في شك ان ايام الشارقه المسرحيه تمثل الرئه اللي نتنفسها نحن المسرحيين، وهي ايضا بمثابه الدافع للعطاء والتجدد والتطور. وتصورنا يعني ايام الشارقه مثل ما نحن عيالها ايضا هي ام حنون قاعد تدعم الفرق المسرحيه وتدعمنا نحن كطاقات. واتصور اني انا واحد من عيالها، وايضا اللي وصلت له انا من جهد ومن يعني اذا كان هناك شهره اتصورنا طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ايام الشارقه ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله. الله يحفظه ان شاء الله. زين، على طاري اكيد دعم سموه اللامحدود للثقافه وللمسرح، خلينا نتكلم عن دعم اكيد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لاكيد هذه الفعاليات الثقافيه وبالتحديد ايام الشارقه المسرحيه. حضوره الدائم يعني تواجده في كل دوره في اكيد الافتتاح، هذا اكيد يعني لكم انتم الكثير كمسرحيين وكفنانين. نتكلم عن اكيد دعم سموه لاكيد هذا المهرجان الكبير. يعني ما في شك ان وقفه سموه الله يحفظه أمين. هي اللي عطتنا يعني الحافز نحن انه نتواصل، يعني خاصه يوم نعرف ان يعني السنه كل سنه نحضر السنه اللي بعدها. اكيد فينا رغبه داخليه ان احنا نتواجد في هذا المهرجان، ان يعني ينجح هذا المهرجان. وانت مثل ما تفضلتي قلتي ان هالدوره بتكون دوره استثنائيه، طبعا نتمنى تكون اقوى دورات على الاقل كرد لجميل هذا الشيخ الإنسان اللي بالفعل هدية منا بمناسبة سلامته ورجوعه لأرض الوطن. الحمد لله. أكيد أيام الشارقة مهما تكلمت عنها كأني أتكلم من حد من عيالي، أني أمدحهم وشهادتي في أيام الشارقة مجروحة، لكن أكيد أيام الشارقة هي متنفسنا، هي عطانا، هي اللي عطتنا هذه الدفعة. وما في شك أن وقوف سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي وراء هذه التظاهره عطنا نحن كمسرحيين دفعه ان احنا نتواصل. يعني لولا هذه التظاهره اتصور ان كثيرين من المسرحيين تركوا المسرح، لكن هذه اللي محبتنا والرغبه، هذه الالفه، هذا العيد السنوي اللي احنا نجتمع فيه كل سنة. جميل جدا. استاذ عبد الله، انا ما شاء الله لاحظت عليك مشاركتك الدائمه والفاعله في كل دوره وفي اكثر الدورات واغلبها. خلينا نتكلم عن حرصك في المشاركه الدائمه، وثانيا نتكلم عن مشاركتك لهذه السنه وشو هو جديدك. طبعا انا حرصي طبعا اشارك كل سنه، سواء كنت ممثل، سواء كنت كاتب، سواء كنت مشارك بكلمات او اغاني او الى غير ذلك. انا متواجد سنويا في ايام الشارقه المسرحيه. طبعا الجديد هذا العام يمكن هذه انا طبعا من باب الدعابه تكلمت مع بعض الممثلين، قلت لهم انا السنه ما ابغى اشارك ما ابغى انافسكم على جائزه افضل ممثل، ابغى اريح وبشارك بعمل جماهيري اللي هو ابو محيوس في المجلس الوطني. طبعا الاعمال الجماهيريه دائما في ايام الشارقه كعروض ما تدخل المسابقه، تكون على الهامش، لان اعمال جماهيريه فيها لها خط الاضحاك والجانب الكوميدي، فدائما يختارون الاعمال شوي فيها شغل تراجيدي، فيها لمسات مخرج، يعني دائما ينظرون للاعمال الايام نظره اخرى.
فالسنه قلت لهم انا ما بشارك، وكنت حافظ او حاط في قرارة نفسي ان احنا اذا جتنا لجنه يقولون انتم على الهامش، ومتوقع المساله يعني مو منصدم. فقلت لهم ابوي السنه انتم الجائزه من صوبكم، انا ما بشارك، بس على الاقل قاعد افكر في الموسم المسرحي، لان هذا العرض عرض حلو في قضيه نبغى نشارك فيه وما يتوقف. من جهه ثانيه انا مشارك على صعيد التاليف مع مسرح الشباب للفنون، ودائما انا كعادتي اني اوقف مع الشباب في كل اعمالي. جميل. وعندي عمل شبابي بيتصدى لاخراجه المخرج الشاب غانم ناصر، ومعاه كوكبه من الشباب من مسارح الدوله، سواء حميد فارس من فجيره، حمد الحمادي من دبي، ايضا احمد مال الله، ومعاه ايضا كاست كلهم من الشباب. هذا بيشارك ايضا في ايام الشارقه من العروض بتكون على الهامش. اتمنى مشاركتهم ايضا تعطيهم حافز قدامه يعني حق مهرجان الشباب. شيء طيب، ما شاء الله. انا ذكرت في المقدمه ان هذه الدوره متوقعين كثير انها تكون استثنائيه ومميزه، شو هي المفاجات اللي بنشوفها فيها؟ ونتكلم عن حفل الافتتاح كيف راح يكون؟ شوفي المفاجات طبعا نحن دائما نتفاجئ فيها حتى مثلكم يعني. الله يطول بعمره اسمه الشيخ سلطان، دائما يفاجئنا في كل دوره من الدورات. تكون طبعا اذا ما صار يعني اذا ما تفاجئنا فيها هناك ما بتكون مفاجاه. فطبعا السنه هاي اكيد بتكون مميزه. هناك العرض التونسي الفائز بجائزه سمو الحاكم اللي هي على مستوى الوطن العربي، وسبق شاركنا نحن في مهرجان العربي الذي يقيم في الاردن، شاركنا في مسرحيه حرب النعل، وايضا هناك اكثر من عرض خليجي وعربي تنافسوا على هالجائزه، واستطاع العرض التونسي ان يحصل على الجائزه الاولى. فتكريما لهذا العرض ايضا بهذه الجائزه بيكون هو عرض الافتتاح. هناك ايضا في عرض تونسي بيكون في الختام الاخراج استاذ منصف السويسي. هناك ايضا عرض سوري للفنان مازن الناطور. هذه العروض المستضافه طبعا ناهيك عن الانشطه الاخرى المصاحبه من فعاليات سواء ندوات فكريه او تطبيقيه، بالاضافه الى تكريم صديقي واخوي العزيز الفنان ابراهيم سالم. يستاهل ابراهيم من الشباب اللي قدموا جهد لهذا المسرح، واللي بذل جهد كبير وكان ملتزم من الفنانين اللي انا جدا اعتز بمشاركتي معاهم. بجانب طبعا هناك تكريم عربي، يمكن انا مش حاضرني الاسم الفنان العربي اللي بيكرم، بس يعني هناك اكثر من فعالين. احنا بالنسبه لنا هذا عيدنا، فتلاقين دائما من العصر لين الساعه 11 نحن في معمعة مسرح ومسرح ومسرح. فمتنفسنا هيك السنه هذه عن 11 عرض مسرحي غير العروض المستضافه. ما شاء الله صار زحمه شويه، زخم كبير من المسرحيات طبعا. زين خلينا نتكلم عن طبعا الشباب ودورهم في هذا المهرجان، وشو اللي قدم المهرجان للشباب؟ شوفي يعني الحمد لله رب العالمين الحين بدأوا الشباب عندنا ياخذون يعني مكانهم. يعني واحد مثل مروان مشارك مع مسرح دبي الاهلي ضمن مسرحيه ألف ليله وديك من اخراجه وهو داخل المسابقه. ايضا علي جمال داخل مع مسرح حتى ضمن مسرحيه يلا عاد مسرحيه ما اتذكرها، مشارك في احدى المسرحيات، مشارك بمسرحيه علي. فبالتالي ومشاركه ايضا غانم ناصر. هذول من الشباب اللي حاليا دخلوا ايام الشارقه، يعني ما اكتفوا بمهرجان الشباب. جميل. لا بدأوا شوي يدخلون معترك ايام الشارقه المسرحيه، واتصور مع السنوات الجايه هم اكيد بيكونوا هم اللي بياخذون الدور. محمد العامري بعد ما طبعا شباب خير بركه طبعا يعني هم ولهم دور فاعل وكبير ومميز في اكيد المسرح وايضا التلفزيون. ما شاء الله عليك استاذ عبد الله، انا سعيده بتواجدك معنا لهذه الليله. خلينا نتكلم عن التكريم في هذا المهرجان. طبعا هو مهرجان يقدم عروض سواء لممثلين كبار مثلك او لشباب او حتى عروض من الوطن العربي، ولكن التكريم والجوائز اللي تقدم خلاله ايضا لها جانب ولها اهتمام من قبلكم. خلينا نتكلم عن الجوائز ودورها في التحفيز والمنافسه. بالضبط. انا اشوف ان مساله الجوائز، انا من وجهه نظري طبعا ان الجائزه انا مع الجائزه، يعني ان الجائزه هي تعطي حافز، وهذا اللي يعني انا وصلني لهالمواصيل. يعني لما احس ان هناك جائزه انا ابذل قصارى جهدي اني انا احصل على هذه الجائزه، والحمد لله. وليس هذا الكلام من باب غرور، يعني حد الحين انا راصد اكثر من 7 جوائز في مهرجان الشارقه. ما شاء الله. او نعم، سواء خاصه في مجال التمثيل اتكلم. فبالتالي هذه الجائزه كانت تعطيني حافز اني انا اقدم يعني افضل ما عندي. اتصور من دون الجائزه ما بيكون للمشاركه ذاك البعد.
الجوائز تمثل حافز كبير للفنان انه تعطيه. بس انا ايضا ضد مساله يعني على مدى هذا العمر الطويل وعلى مدى هذه الجوائز، يعني انا ما اتكلم عن نفسي، لكن لازم ابقى متواضع، لازم انا ما اقتر. وهناك في مجموعه من الشباب اخذوا جوائز على مستوى ايام الشارقه، شويه جاسهم شويه هذا الغرور في انه يعني انا لازم المره الجايه اختار النص الزين فبالتالي انا ضدهم. وانا دائما انبههم ان يا فلان امشي، لا تختار بنفسك، انت بعدك في اول طريق. يعني انا هذا، واقول لهم ياخذوني انا كمثال اني انا على هالمدى العمر ما قاعد اقول يعني القى نفسي مغرور على الجوائز، لا، خل تعطيكم حافز انكم تبذلون جهد اكبر. وهذا هو اكيد سبب وجود الجوائز. زين استاذ عبد الله، انا شاكره حضورك وتواجدك معنا هذه اليوم، ولكن عندنا عتب عليك. قله وجودك في التلفزيون وفي اكيد الشاشه، ما نشوفك ابدا، صار لنا فتره طويله. متى بنشوفك ان شاء الله؟ ان شاء الله في ريح الشمال الجزء الثالث باذن الله. ان شاء الله كلموني، وان شاء الله طبعا مثل ما قلت لما يدعوني اني اشارك انا البي النداء بغض النظر عن اي امور اخرى يعني تدخل لها علاقه بالماده. انا دائما اشارك، دائما اتقدم، ما احط اي عائق، لكن اذا ما حد طلبني ما في شك اني انا. لا انت الخير والبركه، ما نغنى عنكم. يعطيك العافيه، شاكره لك حضورك، يعطيك الف عافيه. اتمنى لك التوفيق في ايام الشارقه المسرحيه. شكرا. اتمنى تواجدكم انتم لا ان شاء الله بكون هناك في ايام الشارقه ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضورك.